ما كاش كيفاش يدخل شهر رمضان المبارك وما نديروش شبح السفرة. هذا الطبق التقليدي اللي أصوله قسنطينية والمعروف بانتشاره الواسع في الشرق الجزائري. أروح مع بعضنا نحضروه بطريقته التقليدية. المكونات سهلة وبسيطة. راح نحتاج للوز بودر، نحتاج للسكر العادي، للبيض، والماء الورد. لهنايا استعملت 3 كيلة تاع لوز ونستعملوا معاهم نصف كيلة تاع سكر. هنا تشوفوا في الكيلة تاعي راهي شوية تقريبا مملوءة تاع السكر، ناقص منها غير ربع تقريبا. علاش؟ باسكو انا درت الكيلات نتاعي بومبي بزاف 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 بومبي، سي بوغ سا زدت في الكميه تاع السكر. سينو اذا درتو نتوما 3 كيلات ممسوحه تاع اللوز بودر ديروا نصف كيلة فقط تاع السكر العادي. علاش؟ ما نحتاجوهاش تجينا حلوه بزاف، باسكو اصلا رايحين نزيدو نغليوها مع السيرو تاعها ولا مع لاصوص. بالنسبه للناس اللي دير الطاجين الحلو ماشي جوست شباح صفرا تاع السيرو. اول حاجه كبيت هذاك السكر على اللوز بودر ونخلطهم تري تري بيان مع بعضهم باش يتخلطوا الحبيبات تاع اللوز مع الحبيبات تاع السكر، يعني يتوزع هذاك السكر تري تري بيان في الميلونج تاعنا كامل. بالنسبه لهنايا للمكسرات تقدروا تستعملوا اي نوع تاع مكسرات نتوما حابين. هي في الحقيقه والوصفه الاصليه باللوز، مي كاين الناس يديروها بريستيج بالبيستاش بالجوز بالبندق بالنواد كاجو، يعني كل واحد واش يحب يديرها، كل واحد كيفاش يحب يتفنن فيها. الوغ وبالنسبه للجماعه تاع لي كريتيك، كيما ما نكريتيكيوش الناس اللي طلعوا لها في لاغام وقلبوها بالجوز وبلا بيستاش، ماذا بينا تاني ما نعيبوش على الناس اللي يديروها بالكاوكاو، باسكو اولا الاذواق لا تناقش، وثانيا الجيوب ايضا لا تناقش، يعني الميزانيه تاني ما نقدروش نناقشوها، باسكو كاينين الناس يحبوا ياكلوها وما يقدروش على السعر تاع اللوز، سورتو كي عاد راه غالي بزاف يديروها بالكاوكاو، وطونك هما اللي رايحين ياكلوها الوغ هما احرار في اذواقهم. الوغ كما قلت لكم نقدروا نديروها بجميع انواع المكسرات، وحتى حتى اللي يديرها بالبلوط راهو حر في نفسه، فقط حنا كي نعرفوا بالوصفه الاصليه صحيه ندار باللوز. الوغ بعد ما خلطت هذاك السكر مليح مع هذاك اللوز بودر، نجيو نضيفو لهنايا الصفار تاعنا. كاينه ملاحظه هنا تاني خلاف حبيت نديرها بالنسبه لهنا للطريقه، انا اللي كنت درت زوج كيلات تاع لوز بودر من المشري، وكيله كنت رحيتها انا عندي في الدار، باسكو ما على باليش دائما عندي كونفيونس في اللوز اللي نرحيه في الدار احسن من اللي نشريه. طعم مختلف، البنه تكون باينه اقوى من هذاك اللي نشريه واجد. ما على باليش اسكو يدغلوا فيه ولا يديروا فيه حوايج زايدين، جو سي با، سي بور صح حبيت نعزز الذوق تاع الشبح تاعي باللوز اللي نرحيه انا على يدي في الدار. شريته وغسلته ونشفته شويه في الاير فراير، ومن بعد رحيته في المولى كافي وخلطتهم مع بعضهم. سي فري كو ما يجينيش مرحي 100% بودغ كيما اللي نشريه، مي ديجا البنه تكفي، وانا اصلا نحب هكذا كي نلقى حبيبات صغار باينين تاع لوز. نضيف الصفار وحده ورا وحده وحده ورا وحده، وفي التأني السلامه وفي العجله الندامه باش ما تجيناش جاريه، باسكو هي تجي لاباط تاعها شويه شاده روحها، حتى نتحصلوا على عجينه يابسه. كي نقربوا نوصلوا القوام اللازم نزيدوا المغرفه هذيك تاع عطر بلوتو الماء الورد. وقتاش نزيدوا عطر اللوز كي يعود رايحين نخدموها بنوع تاع كاوكاو مثلا، كاوكاو فوالا نزيدو عطر اللوز، لي اوليو نزيدو ماء الورد نزيدو مغرفه تاع عطر اللوز. هنايا كنت صورت لابارتي وين درتها شويه براحه اليد بلا ما نوصلوا المرحله تاع وين تولي ديجاجينا في الزيت نتاعها. نطرى نديرها شويه كيما قلت لكم براحه اليد، كيما نديروا المخبز والثومه انسي دو سويت. درتها جوست شويه برك، ما نحتاجش نديرها بزاف، باسكو علاش نخليها اون بيريود تاع 45 مينوت ساعه زوج سوايع، مي ماشي في الفريجيدار، نحب نخليها انايا اليغ ليبر باش هذاك السكر يذوب لي في هذيك الحراره المعتدله. الوغ السكر هذاك رايح يذوب بلا ما زعما نعجنها، نسويها كيما هكذا، ندير الارتفاع تاعها يكون شويه مرتفع، تجيني قد الطابع قد ونبدا نطبعها
بالاشكال اللي انا نحبهم يكونوا في الصينيه تاعي. شوفوا الارتفاع لهنايا لازم يكون ارتفاع مليح، ما تجيش هي رقيقه بزاف. اشاك فوا من تفضي لا كونتيتي تاع العجينه تاع لاباط بلوتو، بعد ما نكون طبعتها نزيد نعاود نشكلها ونطبع حتى تفضي لا كونتيتي كامل. ساشون كو زمان قبل ما يكونوا هادو الطوابع كانوا يشكلوها بيديهم، وجاو الطوابع نحاو علينا عناء كبير. لهنايا بعد ما كملت لا كونتيتي كامله وطبعتها، نجي رايحه ندير لها التغميسه الاولى في بياض البيض. بياض البيض نفسه اللي كنت بيان سور قعد لي من السفر اللي جمعت به. نروح رايحين كيما نقولوا نستغلوه ما نرموهش، نستغلوه باش نقليو الشبيحات نتاعنا. نوجدوا ان بابي ابسوربون هكذا دو كوتي، نحلو هذاك بياض البيض شويه ونبداو نرمدو حبه ورا حبه ونخليوه ينشف. كاين اللي يقول لك علاش نخليوه ينشف؟ باسكو كون نقليوه وهو بهذيك لا كونتيتي تاع البيض كامله، رايحه تجي الحبه تاع الشباح تاعنا اون ديغي اومليت، يعني هذاك البيض رايح يتقلى ويفسد لنا الشكل تاعها ويجي ديفورمي. الوغ سي بور صا حنايا نخليوها تقطر لو ماكسيموم فوق ان بابي ابسوربون، يتنحى هذاك ليكسي كامل تاع بياض البيض. فوالا، ونقليوها لهنايا. نوجد لا توتاليتي كامله تاع لا كونتيتي اللي عندي، نخليها تقطر تري تري بيان ونروح نقليها في الزيت. الزيت لازم يكون سخون بزاف باش مع نحطو لا بياس تاعنا دير هذيك لا كروت بلا ما تحمر لنا. دو توت فاصون رايحين تشوفوا رايحين تشوفوا دوك. شوفوا كيفاش لهنايا قلت لكم درت لا توتاليتي تاع لي بياس تاعي كامل وخليتهم يقطروا تري بيان. فوالا، ونروحوا نحطوهم يتقلاو. فوالا لهنايا انايا درت اون ايرور، كو حطيتهم في مقله مشروحه بزاف، ماشي زعما على لا كونتيتي تاع الزيت اللي تاكل لنا، باسكو هما لازم يقلاو كيما لي فريت، لازم يكونوا يعوموا في الزيت، ماشي حاجه صغيره برك. لهنا بدلت المقله باسكو كنت ما خليتش الزيت سخون لي بزاف، الوغ لصقت لي وما درتش فيها كونفيونس. سي بور سا رحت وليت بدلتهم في هكذا اون فريتوز اللي تكون غامقه وين يعوموا لي فيها الحبات تري بيان. قلت لكم الزيت لازم يكون سخون بزاف بزاف، باسكو علاش مع نحطوا لا بياس جوست دير هذيك لا كروت تاع بياض البيض هذاك يتقلى شويه باك هكذا لون ابيض على اصفر شاحب جدا جدا، ونحيوهم. ما نحطوش اون كونتيتي كبيره، وتاني ماشي بالحبه باش ما نتعطلوش، نحطو كل مره 5 حبات 6 حبات هكذا على بعضهم. وكما راكم تشوفوا بعفسه هكذا اون لوج تكون متقوبه، نحركوهم تري بيان باش ما يلصقوناش في بعضهم ونقليوهم. فوالا، هذه لاكوش الاولى تاع بياض البيض. شوفوا لهنا اللون تاعهم راهو فاتح جدا جدا، بالك برك على الاضاءه بانوا شويه غامقين، مي في الحقيقه راهو لونهم فاتح جدا. نزيدو نعاودو نفس العمليه. والسؤال هنا اللي يطرح علاش نديروهم مره تانية في البياض ماشي مره واحده تكفي؟ باسكو كيما قلت لكم رايحين نغليوهم في لاصوص ولا في السيرو تاعنا، حنا نحتاجو لاكروت تكون شويه حاكمه روحها باش ما يتفتحولناش في هذيك المرقه. ما نقدروش نقولوا مرقه، في هذيك لاصوص الحلوه ولا في السيرو. كيف لهنايا لازم تكون النار قاويه والزيت تاعنا يكون سخون تري تري بيان. جوست مع نحطوهم هكذا ومع ونحركوهم او ميم طون، ما نخليوهمش زعما هكذا باقيين باش نسويفيو لدرجه الحموريه اللي نوصلوا ليها يكونوا مش ماشي. شوفوا لهنايا لا ديفيرونس في اللون بين القلايه الاولى والقلايه الثانيه. في الاول جايين اصفر بال، وفي المره الثانيه شتي كيفاش مش ماشي. الله الله، كل واحد يدير يعني الطياب كيما الدرجه اللي يحب هو. لهنايا شوفوا الزيت لازم يكون سخون سخون تري تري بيان، ويكونوا هكذا يعوموا في وسطه، ماشي حاجه كيما بكري مفتوحه هكذا شويه تجي صعيبه الخدمه فيها، حاجه تكون غامقه احسن واحسن.
فوالا، ونقلبوهم حتى نتحصلوا على اللون اللي رانا حابينه. لهنايا نديرو كيف كيف لا كونتيتي كامل، باسكو كنا كامل رمدناها على مره وقطرناها كيف كيف كيما لا بروميير فوا. لازم نقطروها، قلت لكم باش ما يديفورمناش الشكل، كون يكون بياض البيض بزاف رايح يديفورم الشكل ويطلع واحد الزي، الوغ تجي كيما الحبه تاع الفطاير ولا جو سي با. شوفوا لهنا شكلهم كيفاش يجي، جاو ما شاء الله. نخليهم يقطروا تري 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 بيان في كسكاسه مع لو بابي ابسوربون. وفوالا كملنا لهنايا لا كونتيتي تاعنا. لهنايا اونتر بارونتيز ابوبري ابوبري نورمالمون كنت درت ب 500 غرام تاع لوز، كانت وجدت لي في لي زالونتور تاع 60 حبه. وفوالا راهي واجده باش نشبحوا بها الطابله تاعنا في رمضان ان شاء الله، اللي يدخل علينا ان شاء الله بالصحه. ولهنا في الاخر نقول لكم خليو لي فو جيم فو كومونتير، ودمتم في امان الله. سلام.